رشاد فراج الطيب القائم بالأعمال بالإنابة، الإخوة والأخوات الزملاء بالسفارة، الدكتور حسين محمد عثمان رئيس المجلس الأعلى للجالية، السادة رؤساء الأندية والدور وأعضاء الجالية السودانية بجمهورية مصر العربية، السادة والسيدات في الإعلام، الحضور الكريم، أخي وصديقي وزميلي الوزير المفوض حامد الجزولي الذي جاءنا من باريس وهو الآن بيننا، الحفل الكريم والأصدقاء الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا أشعر بحرارة شديدة وسخونة من هذه المحبة التي غمرتموني بها، وأبدأ وأقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بكل المناسبات السعيدة التي تمر علينا في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا بالخير واليمن والبركات. وأقول أبدأ عندما تم نقلي للعمل بالقاهرة، أرجع بالذاكرة لأكثر من 4 سنوات، وأنا كنت أول شخص في الدفعة وأنتظر النقل للعمل بالخارج، بالشرط بأنني سأذهب إلى صوفيا بلغاريا، ثم توالت الأيام وتم تغيير المحطة إلى إسطنبول، وأيضا مرت الأيام واستلمت خطابا رسميا للذهاب للعمل بالقاهرة، قاهرة المعز. والحقيقة القاهرة مدينة عندها مكانة خاصة في قلبي. زرتها للمرة الأولى في العام 92 ونحن شباب يفع، خلصنا الشهادة السودانية مع بعض الأصدقاء والزملاء من الحلة، وكانت ذكريات جميلة للغاية. ثم أتيت إليها متدربا بالمعهد الدبلوماسي المصري، هذا المعهد العريق قضيت به شهرا كاملا، تعلمنا فيه فنون الدبلوماسية وضروبها المختلفة، وزرنا فيها جزء كبير من بقاع جمهورية مصر العربية، متاحفها، آثارها، مدنها، مشاريعها الضخمة، وتعرفنا على هذا البلد الكبير العظيم. ثم أتيتها عريسا حيث قضيت شهر العسل في هذه المدينة الجميلة، ولذلك كم كانت سعادتي غامرة بأنني سأذهب إلى أرض الكنانة. وطبعا نحن كدبلوماسيين نعلم جيدا أن مصر هي الشقيقة الكبرى، وأن مصر هي الشطر الشمالي من الوادي، ونعلم أنها علاقات استراتيجية ومهمة توليها الدولة كافة الاهتمامات، ولذلك كنا أمام تحدي كبير جدا. وأتينا بخبرة قليلة، قضينا جزء من زمننا في السفارة السودانية بالرياض، ثم أكملنا فترتنا بأبوجا في نيجيريا، وأتينا إلى القاهرة ونحن محملون بالكثير من الوصايا كما قلت التحديات. عندما بدأت العمل بالقاهرة وتم تعييني عنصرا فيها، استحضرت نحن أيضا عندما كنا في المرة الأولى سنة 2005 ونحن عدد من الدبلوماسيين سكرتيرين توالد متوجهين للمرة الأولى خارج السودان، جمعنا وكيل وزارة الخارجية وقتها وكان هو السفير المخضرم عوض الكريم فضل الله، وقال لنا يا شباب انتم ماشيين تعملوا بالخارج وستلتقوا بكثير من المواطنين السودانيين، أرجو أن تكونوا واعين عندما يأتي مواطن سوداني إليكم لخدمته لابد أن تقابلوه هاشين باشين، وأن تكرموه بكوب ماء أو شاي، وبعد ذلك فلتقضى حاجته على يديكم أو لا تقضى، لكن لا بد من أن تستقبلوه هاشين باشين. والله هذا الدرس لم أنساه أبدا. قضينا 4 سنوات في القاهرة، تعلمنا فيها الكثير، تلمذنا فيها على كبار رواد الدبلوماسية السودانية، تعلمنا فيها على يد الأستاذ الدكتور كمال حسن علي، ثم السفير حسين محمد الأمين. بالمناسبة أنا وعبد الله والسفير حسين محمد الأمين جينا في
وقت واحد. نحن زملاء، فارقنا سريعا سعادة السفير حسين الأمين الفاضل، وبقينا أنا وأخي عبد الله. الحمد لله يعني وصلنا الفترة وقضينا أياما رائعة جميلة مليئة بالكثير. تعلمنا فيها الكثير. تعلمنا أن المواطن السوداني عظيم عزيز، لا بد ونحن نقبل على خدمتها أن نكون واعين بهذه المعاني. تعلمنا فيها أن الكرم والشهامة هي أصل في المواطن السوداني، ولذلك لا بد أن نكرمه ولا بد أن نعزه. تعلمنا فيها أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، ونحن في جالية كبيرة عريقة عظيمة. وتعلمون أيضا أن الدولة يعني أكرمت المواطن بالكثير، ولكن تظل هناك بعض العوائق وبعض الصعوبات التي لا بد للشخص الذي يعمل في مثل هذه المواقع الحساسة لا بد أن يبدع، لا بد أن يبتكر الكثير من الطرق والوسائل لخدمة المواطن. كنا نعلم جيدا أن خدمة المواطن هو اختيار من عند الله سبحانه وتعالى، ونعلم جيدا أن الشخص الذي اختصه الله بقضاء حوائج الناس إذا تذمر أو اشتكى من هذا الاختيار سينزع الله سبحانه وتعالى منه هذه الهبة. إنها هبة ربانية. عملنا بصدق وباهتمام، ووجدنا محبة كثيرة، وجدنا تعاون. نحمد الله أنه خلال هذه السنوات الأربع كنا نباهي زملائنا في كل محطات العالم، لأن السفارة في القاهرة هي كلها بكافة محقياتها وبكافة أعضائها، بكافة عامليها، بكافة عمالها، هم كلهم جميعا على قلب رجل واحد. وكانت هذه ميزة كبيرة ساعدتنا في أن نؤدي عملنا في جو مريح، جو ودي، جو تسوده المحبة والود والترحاب. كنت أود كثيرا أن أذكر الناس فردا، ولكن بالتأكيد لا الناس ليسوا بالعدد القليل، سأدخل في مطبات. ولذلك أحيي الجالية العظيمة الكبيرة التي عملت معها والتي تعلمت منها الكثير. والله هذه الجالية التي علمتني معنى حب السودان. رأينا الجاليات في مناطق مختلفة، وأنا سعيد جدا أن الجالية في القاهرة هي جالية ما زال يعني قلبها مليء بحب السودان، وبقائها الطويل في مصر كان سبب في أنه تستشعر عظمة السودان وتستشعر عظمة مصر. ولذلك كل فرد من أفراد الجالية هنا هو عبارة عن سفير يمثل السودان خير تمثيل. وأيضا العلاقات والوشائج القوية والمتينة كان سببا في أن كل مواطن سوداني يشعر بأنه بين أهله وذويه. السوداني في مصر أبدا لا يشعر بالغربة، ونحن عملنا في عدد من البلدان كنا نشعر بغربة شديدة، حتى في العادات والتقاليد والثقافات وفي الكلام اليومي. ولكن في مصر كنا بين أهلنا وذوينا، كنا نشعر بأننا طبعا. لما جيت هنا قال لي أنت عنصر. دخلت المكتب جاء لي واحد قال لي واحد مرة قال لي يا أخي دمر جابوا لي هذا. قال لي يا أخي ما العنصر، قال لي جابوا لي العنصر المصري. يعني الواحد سعيد انه كان العنصر المصري يعني في مصر. ايضا تعرفنا على اخونا سعادة السفير الحسن احمد الحسين العربي، هذا الرجل العظيم الذي كنت دائما ما اجلس بقربه يعني واتعلم منه الكثير. والله هو صديق يعني حميم، كانت لديه خبرة كبيرة في العمل الدبلوماسي، ونحن كنا نتعلم كل يوم منه شيء فشيء يعني. كذلك جاء في الفترة الأخيرة البلدوزر الدبلوماسي المخضرم سعادة السفير عبد المحمود عبد الحليم محمد، وللغرابة الشديدة أنني لم أتعرف عليه قرب إلا في القاهرة. هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الإنسان الذي يعني خلال هذه السنة الماضية علمنا الكثير. والله علمنا معنى أن تكون دبلوماسيا بحق وحقيقة،
علمنا أن خدمة المواطن السوداني شرف وعزة، والإنسان لا بد أن يحافظ عليها. كان ينزل بنفسه إلى الصالة وسط الجمهور وينادي بملء فيه أننا أتينا خداما للجالية، ولذلك سريعا ما حبته الجالية وأحب الجالية. وكان يعني دائما يقول لي يا خالد أنا مندهش جدا إن في جالية بتحب العنصر بتاع بالمستوى ده. وكنت دائما ما أقول له والله هذه الجالية العظيمة أحببتها فبادلتني حبا بحب. ولذلك يعني برغم انه لحظات عصيبه واللحظات مؤلمه، لحظات الفراق والوداع، ولكن انا كما تحدثت قبل قليل لاذاعه وادي النيل، انا اذهب من القاهره الى الخرطوم وكل وعي وادراك باهميه هذه الملفات العظيمه والاستراتيجيه. العلاقات السودانيه المصريه هي علاقات متينه وشيجه حميمه. لا بد ان نعمل من اي مكان لتطوير هذه العلاقات ولتمتينها. والحقيقة كنت دائما ما أنادي بأن العلاقات السودانية المصرية ليست علاقات اقتصادية أو تجارية أو سياسية، إنما هي علاقات رحم. والكلام ده أنا بقوله ليس يعني كتنظير، وإنما هو حقيقة. أنا قنصل وكل أسبوع عندي أكثر من 10 زيجات يتزوج نصف هذه الزيجات العشر حوالي منها جانب مصري، إما مصري يتزوج سودانية أو سوداني يتزوج مصرية. فلذلك كنت أشهد أنه السوداني والمصري هم قريبين جدا جدا من بعض، وكنت دائما أشعر بالفخر والسعادة أن هذه العلاقات المتينة لن يفرغها أي شيء مهما كان، سواء كانت هزات سياسية أو اقتصادية أو تدخل أجنبي أو غيره. أيضا عملت خلال الفترة الماضية مع الأخ الكبير والصديق العزيز الأستاذ رشاد فراج الطيب، وهو أيضا من الفضائل الدبلوماسية، وهو من أسرة عريقة كنا نتعلم منه دروس في الوطنية والله. أيضا كما يعني كان لا يود أن يقسم ظهري، لا يود أن أقسم ظهره، ولكن يعني كان دائما قريبا مني، كان هو العون لي. وقنصل في القاهرة دي حاجة صعبة جدا جدا، إذا الإنسان ما تحزم ويقولوا كرب عوده لن يستطيع أن يوفي هذه المهمة الكبيرة حقها. ولا أود أن أطيل عليكم، وأنا سعيد جدا جدا بمعرفتي بكل الناس اللي قابلتهم. كانت علاقات مصدر فخر وسعادة لي. كان في أحلك الساعات عندما أشعر بالتعب وأشعر بالإرهاق أجد الناس حولي يهتمون بي ويذكرونني بالخير ويدعون لي، فأشعر بأنني ما زلت قويا قادر على الخدمة وعلى العطاء. والله العظيم يا أخوان أنا بتحدث الآن وأشعر بأنني قصرت كثيرا. كنت أتمنى أن تكون الظروف أفضل بكثير بحيث أستطيع أن أؤدي عملي بأفضل مما كان، ولكن إنها إرادة الله. اجتهدنا، نسأل الله أن يكون نصيبنا في هذا الاجتهاد هو الرضا من عند الله سبحانه وتعالى. أشكر كل من قدم لي هدية وأكرمني وكرمني. والحقيقة يعني ده دافع قوي جدا جدا لمزيد من العطاء، لمزيد من تكريم هذا الشعب العظيم، شعب السودان والشعب المصري أيضا. كرمونا بمحبتهم. والحقيقة أنا عندي عدد كبير جدا من أصدقائي لو عرفوا هذه اللحظة سوف يعني يزعلون مني جدا. كثير من المصريين أحبوني وأحببتهم، والعلاقات امتدت لعدد كبير جدا ولقطاعات كبيرة، مسؤولين ورجال أعمال وأفراد. وجدنا منهم كل ترحاب وكل مودة، وشعرنا بأننا جزء من هذا النسيج الكبير. أشكر كل من قدم لي هدية وأشعرني بمحبته. أشكر صوت الجارية، جابوا لي صورة. طبعا دائما الناس دائما مبدعين ودائما يعني يأتوا بالجميل. أشكركم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.